السلام عليكم. زي ما وعدتكم إني هنزل بتفسير النهاية الغامضة لفيلم ذا بليد فورم. في البداية بس حابب أقول إن اللي لسه متفرجش على أي جزء من فيلم ذا بليد فورم 1 أو 2 هيلاقي الرابط بتاعهم في صندوق الوصف. يروح الأول يتفرج عليه ويرجع لنا تاني، وياريت يشوفهم ورا بعض علشان يكون ماشي معانا في الأحداث. المهم بقى ندخل في الموضوع على طول. طبعا الفيلم ده بيمثل طبقات المجتمع ومحاولات التواصل ما بين الطبقات دي، سواء بالعنف أو التفاهم أو التمرد، وده واضح في أحداث الفيلم. أما الأهم بقى وهو مشهد النهاية، وتفسيري الشخصي لنهاية الفيلم ده هو في نقطتين مهمين. أولا، إن العالم اللي تحت الدور الأخير ده هو ما بعد الحياة، وإنهم كده اتقابلوا فيه، وده معناه إنهم ماتوا، وأي حد بينزل للدور ده فهو كده مات. وده ظهر في جملة إحنا كلنا رحلتنا انتهت هنا خلاص، والمقصود هي رحلة الحياة، وإنهم بكده بيكونوا اتخلصوا من أي شعور بالذنب تجاه أي حاجة عملوها في حياتهم، واتحرروا من السجن اللي بيكونوا عايشين فيه وموجود جواهم، سواء داخلينه بإرادتهم أو محطوطين فيه من المجتمع اللي حواليهم. والسجن ده مش شرط يكون مكان، لأ ده وارد جدا يكون الشخص مسجون جوه فكرة مسيطرة عليه أو شعور بالذنب. وده قاله تريماجاسي لبيرم لما رفض ينزل معاها، وقال لها إن السجن الحقيقي هو بيكون أفكار مسيطرة علينا، ولو اتخلصنا منها هنتحرر من سجننا. الفكرة التانية بقى وهي وجود الأطفال. فلما كان المجتمع قايم على نظام بين الطبقات وكل واحد عارف حقوقه كويس، كان الأطفال بيتولدوا في نظام سليم، وكل طفل بيكون ليه فرصة في الحياة إن يعيش ويجرب ويتعلم. أما لما تحول المجتمع لهمجية وصراع للبقاء، اتنقل التأثير ده على الأطفال، وبقى في صراع للفوز بفرصة الحياة بدون اتباع النظام للدور. والرسالة هنا إننا مش بس إحنا اللي هنتأثر، لأ ده هيأثر على الأجيال الجديدة كمان، وبالتالي المجتمع كله هيفسد. فرسالة الفيلم عموما إن لازم يكون في تواصل وتفاهم بين طبقات المجتمع، وكمان يكون في نظام بيحمي الجميع، بس في نفس الوقت برضه يكون ليه جانب إنساني، وإلا هيسبب الإحساس بالظلم، وده بيؤدي للتمرد زي ما حصل في الفيلم. وبيأكد إن المجتمع بيبدأ من قمة الهرم، مينفعش اللي فوق يعيش لنفسه ويجي على حق اللي تحت، أو يقول ما يخصنيش، لأن ده هيعود عليه بالضرر من الأجيال اللي هتتولد وتطلع بعد كده. وبيأكد على فكرة إن المجتمع كله بيكمل بعضه، لو صلحت قمة الهرم هتصلح القاعدة بتاعته، ولو فسدت القمة ده هيضرب الأساس وهينهار المجتمع كله. بس كده. قولولي رأيكم في التفسير ده، ولو حد عنده تفسير لحاجة منطقية أكتر ممكن يوضحها في الكومنتات. ونتقابل على خير مع فيلم جديد. سلام عليكم.